تخيل ان الفراعنة ما وصلوش بس لأسرار التحنيط وبناء الأهرامات، لا، دول وصلوا لسلاح أقوى من أي جيش. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب صحراء مصر الشاسعة كان في سر محدش يعرفه غير إلا قليلة من كهنة أمون رع. سر سلاح أسطوري اسمه سلاح آلهة الشمس. الأباطرة الأفارقة كانوا بيجهزوا جيوش جرارة أعدادهم زي حبات الرمل عشان يغزوا أرض الكنانة. كانوا معتمدين على قوتهم العددية اللي ما بتترحمش، وشايفين إن احتلال مصر مسألة وقت. لكن مهندسي الفراعنة كان عندهم خطة تانية خالص، خطة بتعتمد على العلم مش العدد. لشهور طويلة اشتغلوا في سرية تامة على قمم المعابد الشاهقة. صمموا نظام معقد من المرايا البلورية الضخمة متصنعة بدقة متناهية. كل مراية كانت متوجهة بزاوية معينة عشان تعكس ضوء الشمس في نقطة واحدة. كانوا بيستنوا اللحظة المناسبة، لحظة تعامد الشمس. ولما جيوش الأباطرة قربت من الحدود وبدأت المعركة اللي شكلها محسوم، الكهنة ادوا الإشارة، وفجأة المراية البلورية دارت في حركة متزامنة زي ما تكون بترقص على لحن سماوي. ضوء الشمس اتجمع وتكثف وتحول لشعاع من نار صافية. طاقة حارقة نزلت من السماء زي غضب الآلهة. الجيوش اللي كانت بتتباهى بعددها لقت نفسها بتتحرق في لحظات. الجنود كانوا بيجروا في كل اتجاه مش فاهمين ايه اللي بيحصل. كان مشهد لا يمكن للعقل البشري انه يتصوره. قوة الشمس نفسها أصبحت سلاح في إيد الفراعنة. المعركة اللي كانت المفروض تستمر أيام خلصت في دقايق. الأباطرة الأفارقة شافوا جيوشهم بتتبخر قدام عينيهم، وعرفوا إنهم بيحاربوا قوة أكبر منهم، قوة مش من الأرض. النقش الصغير اللي على قاعدة المراية كان